طلع ترند يقول لك انا هعمل لك صلصه مكرونه الانسجام، صلصه مكرونه الشوارع. فانا النهارده جبت المنيو كله من مكرونه الانسجام. مكرونه الانسجام دي انا عارفاها تقريبا من حوالي 8 سنين، يعني كنت باكل عندها اول مره من 8 سنين، وهي مكتوب انها تاسست عام 1965. معظم الفروع بتاعتها في فيصل والهرم وحدائق الاهرام، بس في الدقي والجيزه وحتت كده. هنبدا من اصغر حاجه عندهم وهي كيس المكرونه. كيس المكرونه ده ب 20 جنيه، فيه مكرونه وصلصه. فتعالوا نرد الكيس كده ونفتكر ايام التشرد ايام المدرسه. تفخ كده وتلف كده وتعمله كده. ايوه. ونحاول نقلب الصلصه على المكرونه. انا لحد الترند اللي طلع على مكرونه الانسجام كنت فاكره ان محدش يعرفها غيري. تعالوا بقى نفتح الكيس وندوق. يا لهوي، رجعت بالزمن بتاع 30 سنه لورا. انتوا عارفين ان احساس الاكل بالكيس مختلف تماما عن المعلقه؟ يعني تحسي انه الاكل محطوط في الكيس طعمه مختلف عن الاكل بتاكله بالمعلقه. معرفش ازاي، قولوا لي انتوا بتحسوا كده برضو ولا لا؟